السلام عليكم. في فيديو سابق اتكلمنا ان انت مش محتاج تنشر محتوى اكتر عشان تجيب عملاء اكتر، انت محتاج يكون عندك سيستم ياخد الناس من المحتوى ويمشيهم في السيستم عشان يعمل عمليات التحويل وعمليات التغذية للعملاء والتثقيف والكلام اللي اتكلمنا عليه في الفيديو السابق. تقدر تروح تشوفه على القناة بتاعتنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عنصر محوري لازم يكون موجود في المحتوى بتاعنا، لان في النهايه المحتوى مش كفايه. العنصر المحوري ده هو الرساله. الرساله دي هي الفرق ما بين ان الناس يحترموك او ان هم يختاروك عشان يشتغل معاك. المحتوى لوحده بيقدم زي ما قلنا معلومات. الرساله هي اللي بتحول المعلومات دي لاداه تجذب العميل الصح. عشان كده النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الرساله التسويقيه. الرسالة مهمة جدا وأهم من المحتوى كمحتوى، لأن هي اللي بتسبب إن العميل يشتري مننا الخدمة بتاعتنا أو يشتري التدريب. أول حاجة عايزين نعرفها إن المحتوى يعتبر معلومة، والرسالة هي اللي بتبقى فيها البوزيشننج والبرسويجن. إزاي؟ الكلام ده بيحصل إن الناس بتقرأ المحتوى بتاعك بيعجبها تعمل لايك تتفاعل معاه، بس وقت الشراء تختفي ما تلاقيش موجودة. المحتوى كويس طبعا وقوي جدا في طريقة تفكيرك، في أفكار، في خبرة حقيقية بتظهر للناس. رغم كده ليه مش بيجيب عملاء؟ زي ما قلنا المحتوى يعتبر معلومة، والرسالة هي البوزيشننج أو هي التموضع. الاتنين ممكن يظهروا كشيء واحد، لكن كل واحد منهم بيبقى ليه هدف مختلف تماما. المحتوى بتعرف الناس المعلومة وبتثقفهم، الرسالة هي اللي بتخلي الناس تاخد الأكشن ان هي تشتري مننا او ان هي تشتغل معانا. خليني اقول لك ايه هي الاسباب اللي بتخلي الناس تشوفك محترم بس ما تختاركش. المحتوى غالبا بيشبع فضول عند الشخص اللي بيستهلكه، بيشبع فضول، بيشبع تحفيز، جرعة تحفيز كده، وجرعة تحفيز كده تكون مؤقتة. بيضيع وقت ما بين الاجتماعات، سواء كان اجتماعات أو محاضرات، بيبدأ إن هو يشوف المحتوى بتاعك ويقراه ويقعد يقرا في نصايح لسنين، بس ما بيعملش بيها حاجة ولا بيوظف أي حد عنده. الفكرة كمان إن المعلومة زي ما قلنا مش بتقدر إن هي لوحدها تخليك تقرر إنك توظف حد عندك. أنت مجرد ما تشوف معلومة، مش دلالة على إن أنا هشغلك عندي. الرسالة هي اللي بتعمل كده. أنت في الطبيعي بتقرا بإن لما بتيجي تقرا معلومة عن أنا كاتبها مثلا أو أنا عامل فيديو عنها، بتقول الراجل ده فاهم، بس دايما ما بتقولش ده بالظبط اللي أنا عايزه. يعني أنت دايما تيجي تقول الراجل ده فاهم ومحترم وفاهم القصة اللي هو بيتكلم فيها وفاهم الموضوع بالكامل، بس لما تيجي تقول انت عاوز ايه، لا مش بتفكر انت بالتفكير ده. الرسالة بقى هي اللي بتخليك تفكر بالطريقة دي. رد الفعل اللي بيجي من انا ده بالظبط اللي انا محتاجه، ده بيجي من الرسالة مش من المحتوى. الرسالة هي الصورة اللي على علبة البازل. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان هو الرسالة هي الشكل النهائي، هي الثيم، هي الفريم وورك اللي انا بشتغل بيه. اما المحتوى بيبقى عبارة عن قطع كده متناثرة، العميل ما بيبقاش فاهمها. هي مفيدة بالنسبة له لكن هو مش فاهمها، ملهاش معنى بالنسبة له. هي الرسالة بالنسبة له هي اللي بتصنع المعنى، بتصنع الشكل النهائي اللي من خلاله هيقدر ياخد قرار. يعني بدل مثلا ما اقول له 5 نصايح لإدارة الوقت، اقول له ايه؟ معظم رواد الاعمال ما عندهمش مشكله وقت، عندهم مشكله قرارات، كل قرار غير واضح بيسحب ساعات من اسبوعك بهدوء. دي حاجه متخصصه اكتر، بدل ما انا اقول له حاجه عامه يبقى هو 5 نصايح. طب تمام، بس انا مش فاهم حاجه. فلما بخصص الموضوع اكتر بتبان الصوره، وهي دي الفكره. الصوره النهائيه هي دي الرساله التسويقيه. حاجة تاني برضو إن العملاء ما بيوظفوش بناء على المعلومة، بيوظفوا بناء على الإدراك، والرسالة هي اللي بتشكل الإدراك ده. طب ليه معظم الخبراء عندهم المشكلة دي؟ عندهم المحتوى وما عندهمش الرسالة، عشان الخبير بطبيعة الحال هو جاهز ان هو يساعد، مش ان هو يعمل البوزيشننج. ودي الفكرة بقى اللي بيشتغل عليها الخبير، ان هو عايز يساعد الناس. من خلال مساعدته المفروض ان الناس تشتري منه، هو فاهم كده لكن ده غلط. هي كلمات زي ايه؟ تموضع وتمييز واقناع، بتبان بالنسبة له لغة تسويقية. فهو عنده الفكرة ان هو يساعد، فعشان كده مش قادر ان هو يعمل موضوع البوزيشننج. فالغريزة دي او الفكرة اللي هي بتبقى ظاهرة في دماغه او الصنم ده، بيخفي القيمة بتاعة المحتوى. فلما كل حاجة تبان ان هي مفيدة، ما بتبانش ان هي زي ما قلنا ضرورية. زي ما قال انا الراجل ده فاهم،
يعني ده معناه إن الحاجة دي أفادته، بس مش حاسس إن الراجل ده هو محتاجه، دي حاجة ضرورية المفروض إن أنا آخد أكشن دلوقتي. فهي دي فكرة الرسالة، المحتوى ما بيعملهاش. دايما القارئ عنده مشكلة إن هو نادرا ما بيوصل للنتيجة الصحيحة. هو بيعجبه اللي انت بتقدمه، بس ما بيطلعش انك انت فاهم ازاي ممكن تساعده. هي الرسالة بقى اللي بتخلق رد الفعل ده. هو بيشوف المحتوى زي ما قلنا كقطع البازل، بس الرسالة بقى بتيجي في النهاية تلمله الشكل بالكامل. فمهم جدا ان احنا نلم الشكل بالكامل عشان يبقى فاهم، مش بس يشوف ان المادة دي ممتعة او ان اللي انت بتقدمه ده جميل جدا واهلا وسهلا وفي النهاية مفيش بيع. طب ايه هي اركان الرسالة؟ هما 4 حاجات. 4 حاجات عشان ابقى اطلع بان انا وحاطط للكونتنت بتاعي رسالة تجيب لي ان انا الناس تاخد اكشن معايا وتكمل وتشتري مني. اول حاجة النيتش بتاعك، لازم تبقى فاهم مين انت بتساعد مين. انت بتساعد المدربين المستقلين اللي عايزين يجيبوا عملاء بريميوم، ده اسمه تخصص او نيتشنج. بعد كده الناس دي عندهم مشكلة، مثلا ان هم بينشروا بانتظام بس الناس مش بتتواصل معاهم. هي دي الفكرة برضو، انت دلوقتي في عندك فكرة كبيرة للنيتش اللي انت اخترته، عنده مشكلة وانت هتحلها بطريقتك. بعد كده بتديله بقى الترانسفورميشن، ان انت هتعمل ايه. ساعتها بقى هو بيحس انك انت في اكشن بيحصل. انت على فكرة مش بس انت بتنشر حلو، لا ده انت هتحول محتوايا لتدفق ثابت من العملاء. لا انا لازم اخد اكشن معاك، اروح اشوفك انت بتقدم ايه. لما يبان التحول في رسالتي الموضوع بيبقى افضل بكتير. كمان الاثوريتي مهم جدا، ان انا اظهر بالاثوريتي بتاعتي في الكونتنت. لما اجي اقول بعد ما اشتغلت مع مدربين كتير لاحظت ان معظم المحتوى بيفشل لنفس السبب، انت هنا مش بتقول ان انا على فكرة اشتغلت مع ناس كتير قوي، لا انت بتربط شغلك مع الناس ان انت لاحظت ان في مشكلة في المحتوى بتاع الناس، فبالتالي ظهر انك انت اشتغلت مع ناس عندهم نفس المشكلة اللي موجودة عند الشخص ده او عند النيتش ده. الاربعة لما يشتغلوا مع بعض المحتوى ما بيبقاش كل حتة في اتجاه، ما بيتوهش الشخص وبيخليه جاهز ان هو يروح في اتجاه واحد او ياخد اكشن واحد. بعد كده عندنا الرسالة، لما بتتوضح المحتوى بيتحول لنظام تراكمي. احنا عندنا محتوى، المحتوى ده احنا بنعمل كونتنت في كل حتة بكل شكل، بس لما اجي اجمع الكونتنت زي ما قلنا في رسالة واحدة، انا عندي بازل، البازل انا بفكها وارجع اركبها تاني. فبالتالي انا لما بيكون شكل البازل على الصورة من بره، على علبة من بره، انا ببقى عارف الرسالة. يعني ايه؟ يعني انا مسكت علبة البازل وشفت الصورة، فتحت لقيت البازل متبعترة جوه. هي ده اللي بيحصل بالظبط. الرسالة بتاعتك بعد ما المحتوى بيتشاف بتبان رسالتك، بتبان انت بتكلم مين، بتبان انت بتحل مشكلة ايه، بيبان التحول، بيبان الاثوريتي. فبتبدأ تبني رسالة من المحتوى المبعثر، تشتغل على الرسالة. الرسالة بتعمل تراكم، التراكم بيسبب ان الناس زي ما تقول كده بيتحركوا معاك بقى في الفلو بتاعك، يفهموا رسالتك، يبتدوا ان هم ياخدوا اكشن. فالمحتوى بيملى صفحة، الرسالة هي اللي بتبني البيزنس. زي ما قلنا نملى الشغل بتاعنا، نرمي اي كونتنت، بس في النهاية لازم يكون في اركان الرسالة الاربعة عشان اقدر اخلي العميل ياخد اكشن معايا. في النهاية زي ما قلنا الرسالة هي قلب النظام. انت من غير رسالة حرفيا كل المحتوى بتاعك بيبقى عامل زي البازل. فالناس في النهاية نتيجة الموضوع ده ان هي بتحترمك بس ما بتختاركش. لازم تكون في رسالة واضحة. الرسالة الواضحة قلنا اركانها ان هي نيتش، مشكلة، تحول، وسلطة او authority. كل الحاجات دي لازم تجمعها عشان تشتغل مع بعضها، تعمل زي ما قلنا من كونتنت المبعثر او الكونتنت اللي مش باين ان هو متجمع، نعمل منه رسالة، والرسالة نعمل منها التراكم، وبالتالي القارئ يتحول من ان هو بيقرأ لان هو عايز يشتغل معاك. فالخطوة الاولى ان احنا نعملها ان احنا نوضح رسالتنا. الرسالة بتاعتنا تبقى واضحة، بنتكلم مع مين، بنحل مشكلة ايه الترانسفورميشن اللي احنا بنعمله، رسالتي تبقى واضحة. بعد كده خلي كل محتواك ماشي في نفس الاتجاه، كله بيتكلم عن نفس الرسالة. الرسالة التسويقية بتاعتك هي قلب النظام اللي بيتحرك من خلاله. بعد كده في النهاية يبقى عندك محتوى شغال كنظام، مش بس انك انت بتنشر محتوى وخلاص. يعني ماشي طالع عمال تنشر في محتوى، تنشر في محتوى، في النهاية المحتوى مش مفيد، ومش في النهاية بيخلي الناس
تاخد أكشن. بعد كده زي ما قُلنا عملنا محتوى، مش محتاجين إن إحنا ننشر محتوى أكتر، إحنا محتاجين يبقى عندنا system يستلم الناس من بعد المحتوى. ده كان بالنسبة لفيديو النهارده، لو احتجتوا أي حاجة خاصة بالرسالة التسويقية، جذب العملاء للمدربين والخبراء، تقدر تحجز مكالمة من اللينك أسفل الفيديو. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا إن شاء الله، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.